ازيكم كل المتابعين عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. راجعه لكم فيديو جديد، والنهارده الفيديو بتاعنا هيبقى مميز شويه. في ناس كتير دخلت سالتني على الخاص وكمان في التعليقات، الطواجن اللي انت بتنزليها بتبيعاها ازاي؟ طب عملتي ايه عشان انت مثلا تبيعيها وكده؟ بصوا، النهارده فيديو هيبقى حلو جدا جدا، وهنشرح فيه شوية حاجات كده اللي طبعا عايزة تبدأ مشروع من بيتها، وفي نفس الوقت كمان يعني ايه هيكون ليها مصدر رزق. ويا رب اكون سبب كده ان الفيديو ده يكون، بصوا، فتحة خير عليكي، او مثلا فكرة مشروع ليكي. لو الفيديو عجبك يا ريت كده دعوة حلوة من قلبك، وكمان لو اول مرة تشوفي القناة بتاعتي بس تشتركي وتحطي اللايك بتاعك الحلو. اهم حاجة ما تنسيش الدعوة اللي انا قلتلك عليها. اول حاجة كده بنات، انا يعتبر فاتحة القناة أو فاتحة المشروع بتاعي من 3 سنين، تمام كده. سواء في القناة دي أو في القناة التانية. يعني أول شغل إن أنا ما ابتديت إن أنا أشتغل، اشتغلت قباط، واشتغلت كمان طواجن، وابتديت إن أنا أوزع على المحلات اللي حواليا. تمام، ما كنتش لسه عملت صفحة، ما كنتش لسه عملت جروب، ما كنتش ما كانش حد يعرفني معنى أصح. تمام. الموضوع كان جاي كده زي الهزار، وقلب معايا بجد، والحمد لله. ناس أعجبت بالحاجة بتاعتي وبنضافة الحاجة بتاعتي. وابتديت إن أنا أشتغل. تمام. في ناس طلبت مني يوم ورا يوم ورا يوم كده، لغاية ما خلاص ابتديت إن أنا أتعرف وكده. ابتديت إن أنا أشتغل بقى في التورت، ابتديت إن أنا أشتغل في الجاتو وكده. آمم الفيديو ده أنا كنت فعلًا باعمل الطواجن اللي أنا هاعملها دي النهارده، فعلًا يعني قولوا كده بداية حياة ليّا تانية، أو بداية مشروع، أو بداية اتفاقية جديدة. اللي هو إزاي وأنتِ كده أصلًا بتعملي طواجن؟ لأ، هي الفكرة كلّها يا بنات إن أنا اتفتح لي باب رزق تاني جنب الشغل بتاعي، اللي هو مثلًا حد طلب منّي إن أنا أعمل له طواجن، وفي مكان على فكرة بعيد عني جدًا. تمام، في منطقة راقية، في منطقة حيّة. طلب منّي إن أنا أعمل كمية، يعتبر أنا لو اشتغلت بس في الموضوع ده، بس إن أنا أطلّع بس أوردرات للمحل ده أو محلات حواليه وكده، يعني بُصّوا هيغنيني كمان عن شغل التُّرَط والحاجات دي. أنا منزّلة لِك الفيديو ده إن أنا أقول لِك إن المشروع ده حلو جدًا. المهم، طلب منّي كمية، الكمية اللي أنا هاعملها دي، والحمد لله، الحمد لله بفضل الله، بفضل ربنا. آمم اتطلب منّي تاني يوم ضِعف الكمية اللي أنا طلّعتها. تمام. أول حاجة كده يا بنات، آمم عملت صاجين. بُصّوا، الصاج اللي أنا شغّالة بيه 35 في 55. خلاص كده. عملت فيهم 6 بيضات، معايا 600 جرام من الإسفنج، معايا كمان فانيليا، معايا نُص كوباية من المَيّة، ومحسِّن الجل. أهم حاجة يا بنات محسِّن الجل بتاعِك يكون شفاف عشان يشتغل معاكِ ويعلّي معاكِ الإسفنج. وأهم حاجة كمان إن أنتِ ما تزوّديش كمية المحسِّن أوي، عشان طبعًا الإسفنج يطلع معاكِ حلو. لكن أنتِ لو زوّدتِ كمية المحسِّن هتيجي تبُصّي تلاقي الإسفنج بتشتريه بصعوبة، هيتكسّر منِّك، مش هتعرفي إن أنتِ تتعاملي معاه. خلاص كده أنا عملت صاجين من 35 في 55. عملت واحد فانيليا، وواحد شوكولاتة، وكان مطلوب منّي تورتاية 20. عملت كمان صاج 30 في 50. تمام كده، عشان أنا عملت ده 30 طاجن، وعملت كمان 10 القبّاط اللي هي بتاخد طبقتين معايا. طلّعت التورتاية، يعني أنا دلوقتي عملت صاجين 35 في 55. خلاص كده، يعني كل صاج من ده أخد 6 بيضات و600 جرام من الإسفنج. وال30 في 50 أنا باستخدم له 5 بيضات و500 جرام من الإسفنج. خلاص كده، ونُص كوباية برضك من المَيّة.
طلعت التورتاية اللي انا هاخدها المقاس 20، وابتديت دلوقتي ان انا اجيب الكبات بتاعتي وكمان الطواجن، واقول لكم مقاسات الطواجن ايه وشاريها بكام ومنين. الطواجن والكبات اللي انا بشتريها دي بشتريها من شربين، من محل عباد الرحمن جنب بنك اسكندرية. الطواجن دي اللي كان سألنا عليها ده رقم 12، تمام، يعني مقاسها 12، يعني بيبقى مكتوب عليها رقم 12. في طواجن زيها بيبقى غطاها منها فيها، تمام. وفي طواجن الغطا بتاعتها منفصل عن الغطا بتاعها منفصل عن الطاجن ذات نفسه. خلاص، ابتديت دلوقتي ان انا طبعا بعد ما بضرب الاسبونج بتاعي اكون مشغله الفرن الاول قبل ما بضرب الاسبونج، عشان انا ادخل الاسبونج بتاعي على درجه حراره عاليه في الفرن، طبعا في الرف الوسط. خلاص كده، بعد ما بيستوي معايا بسلكه من الجناب، باحط ورق حواوشي على الوش كده وباقلبه على الرخامة. وقت ما بيبرد معايا بابدأ إن أنا لو واخد معايا لون، طبعًا القشرة اللي أنا باخدها دي مش باخد من الإسبونجة حاجة، ده قشرة بسيطة جدًا. بس بصراحة الإسبونج بتاعي أنا مش باحب سواء في الطواجن سواء كمان في التورت إن يبقى واخد لون معايا، هو مش واخد لون يعني إن هو محروق لأ، بس أنا بصراحة باحب إن أنا أقشره. ابتديت دلوقتي إن أنا أجيب الكبات بتاعتي. الكب ده بُصّوا لو أنا هاجيب عمود على بعضه كده، العمود تقريبًا بيبقى 50 كَب، ممكن يحسب لِك الواحد ب2 جنيه أو ب2 جنيه وربع. خلاص، الطواجن برضه نفس النظام، لو هتجيبي مثلًا عمود على بعضه يبقى 50 طاجن، بيحسبها لِك ممكن 2 جنيه أو 2 وربع برضه. خلاص كده بيبقى شفاف كده. وفي منه كمان اللي هو ال الأسود، اللي لونه أسود، بس بصراحة أنا باحب الحاجة الشفافة في الشغل ده، بيبين الشغل أكتر. جبت بقى أول كَب معايا اللي هو بياخد معايا طبقتين. طبعًا الكَب جاي من تحت صغير ومن فوق كبير، فأنا هاخد الطبقة اللي تحت صغيرة والطبقة اللي فوق أكبر شوية، تمام. هاطلّع أنا دلوقتي يعني 10 من الطواجن، بس هاطلّع 5 فانيليا و5 شوكولاتة، وهابدأ إن أنا أقطّع بقى مقاس الطواجن بتاعتي، تمام. المهم هو المحل ده أخد منّي 20 طاجن، 10 كبّات و10 كمان طواجن. أخدهم تاني يوم طلب منّي ضعف الكمية، بصراحة طلب منّي شغل كمان تاني. يعني أنا لو استمريت في الموضوع ده الموضوع هيكبر إن شاء الله يعني، وهيبقى فتحة خير علينا. وإن شاء الله برضك لو خدتِ الفكرة دي وعملتها عندِك، سواء أنتِ عاملة جروب، سواء عاملة صفحة، سواء لسه ما فيش حد إن هو يعني أول مرّة تشتغلي، بُصّي والله فكرتها حلوة جدًا ومكسبها كمان حلو. جرّبي الموضوع ده ومكسبها كمان يعني حلو جدًا. الصاج بقى اللي هو 35 في 55 بيطلّع معايا كام طاجن؟ بيطلّع معايا 18 طاجن، تمام كده، طلّع معايا 18 طاجن. عشان بس تبقوا عارفين التكلفة بتاعتكم قد إيه. طيب قولوا لنا على التكلفة، أنا هاقول لكم أنا باحسب إزاي وأنتم برضه تحسبوا زيي. أول حاجة كده الإسبونج عندي مش زي عندِك، وكمان الكريمة عندي مش زي عندِك، بتبقى اختلاف بس في الأسعار، تمام. يعني أنا عندي كيلو الكريمة ب300 جنيه، في ناس بيستخدموا كريمة ب360 ب350 ب200، فحسب الخامات اللي موجودة عندِك. أنا باحسب تكلفة الصاج كله على بعضه كده، أيًا كان مثلًا اتكلف معايا 100 جنيه، تمام. هاشوف بقى هاحسب الكوبّات دي أخدت قد إيه معايا كريمة، أخدت معايا كمان كام طاجن، أخدت معايا مثلًا تزيين قد إيه، زي ما أنتم شايفين كده. طبعًا أنا التزيين مش هييجي معاكم في الفيديو، بس هو التزيين زي ما أنا مورياكم كده في أول الفيديو هاوريكم كمان في آخر الفيديو، تمام. والتزيين ده حسب يعني ما بيرجع لِك أنتِ بقى، حسب ذوقِك أنتِ. المهم يا بنات، مطلّعة الطاجن على كام؟ أنا مطلّعة الطاجن على 20 جنيه. أي نعم هو سعره رخيص برّه المنطقة بتاعتي أو كده أغلى من كده، بس أنا شايفة إن هو أنا مطلّعاه ب20 وأنا كسبانة فيه الحمد لله يعني، فضل ونعمة. فأنتِ حسب المنطقة عندِك، المنطقة عندِك ماشية تطلّعيه بُصّوا من 20 ل50،
حسب ما أنتِ عايزة، حسب ما أنتِ محتاجة المكسب بتاعِك قد إيه. خلاص كده، تحسبي كل الخامات والكريمة والتزيين والغاز لغاية ورق الحواوشي اللي أنتم بتحطوه في الصاج تحسبيه، كل ده بتحسبيه في ورقة وقلم كده، وبعدين بُصّوا في الآخر ت تجمّعي كده، وفي الآخر بقى تحطّي المكسب بتاعِك. خلاص، إزاي أوزّع لو أول مرّة تشتغلي يعني، تعملي جروب، تعملي لِك صفحة على الفيس، تنزلي مثلًا سوبر ماركت جنبِك، تدّي له مثلًا كام كَبّ كده عينات، تدّي له الرقم بتاعِك، يقدر إن هو يتواصل معاكِ لو الموضوع مشى معاه، هيطلب منِّك النهارده 10 بعدين 20، فالموضوع يبدأ إن هو يتطوّر معاكِ، بس أهم حاجة بُصّوا، لازم الحاجة بتاعتِك تكون كويسة جدًا، جدًا، أهم حاجة النضافة، أهم حاجة كمان الشكل والطعم والتزيين، تمام، ده اللي هيخلّيكِ بُصّوا تعدّوا وتعملوا المشروع ده، وتعملوا كمان مشاريع تانية، وإن شاء الله هانزّل لكم برضُك شوية حاجات كده تقدري إن أنتِ تاخديها كده أفكار وتطلّعيها تعمليها مشاريع جنب المشروع ده. خلاص، إن شاء الله الفيديوهات الجاية هابدأ إن أنا أنزّل لكم شوية حاجات كده لو ما لكيش أنتِ في الشغل ده، تقدري إن أنتِ برضُك تاخدي كام حاجة كده تعمليها مشاريع تانية، تمام. وبعد ما جلّست بقى الكبّات والطواجن كده، ده كان الشكل النهائي بعد التزيين طبعًا، الحمد لله اللهم بارك يعني، كلّهم اتاخدوا، وكمان الباقي عرضته عندي على الجروب، وده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب بقى الفيديو يكون عجبك، اترككم بقى في رعاية الله.